معانا رسالة صوتية نسمع كده. اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور حبيبتي. أنا مشكلتي يا دكتور، أنا عندي جار فضولي مركّز مع كل الناس. إحنا تصوّرنا في الأول إن هو مجرد فضول، إن هو قاعد قدّام البيت مراقب الناس وخلاص. كل اللي رايح واللي جاي هو مركّز معاه طول الوقت، بس بعدين اكتشفنا فعلًا هو منزّل تطبيق. التطبيق ده للتجسس، بيشوف بيه حياة الناس، كل الناس اللي حواليه والجيران. بعدين بيختار شبكات WiFi معيّنة ويخترقها. آمم بعدين اتجسس على صفحات جيراننا، كل الصفحات بتاعتهم يعني الصفحات الإلكترونية وكده. بعدين لمّا حدنا الجيران اكتشف الموضوع، كان طبعًا هيبلّغ الشرطة، بس إحنا اتدخّلنا طبعًا، عشان خاطر هو عنده ولاد، ويعني ما يكونش في مشكلة عند ولاده وكده. بس الموضوع زاد أكتر بكتير، واكتشفنا إن هو بيبتز واحدة جارتنا، هي أرملة وما لهاش في الكلام ده أبدًا طبعًا، وبيهددها يا تعمل معاه علاقة، يا إما يفضحها. أنا عايزة أعرف يعني إيه حد كان هيبلغ عليه وأقنعنا لأ عشان ولاده؟ هو أنتوا قلبكم على ولاده أكتر منه؟ ما هو ده يا جماعة ده اللي بيوصّل الناس إنها تغلط أكتر وأكتر عشان ما بتتحاسبش. الكلام ده لو كان كسر الفانوس بتاع عربيتِك، تقولي خلاص حرام بقى وما باخدش عوض. لكن راجل بيتجسس عليكم وبيفضحكم ووصل إن هو يعمل ابتزاز جنسي على حد من جيرانكم، وبتقولوا إنكم كنتوا خايفين عشان ولاده. في فرق ما بين التسامح والهبل، في فرق ما بين التسامح واللامبالاة، في فرق ما بين التسامح وعدم تقدير الخطأ. طبعًا ده أنتم تاخدوا بعضكم مجموعة وتبلغوا عنه. ده راجل مُبتَذ، ودايمًا التجسُّس لمّا يُقرن بالابتزاز يبقى مُجرم. التجسُّس لو لم يُقرن بالابتزاز بيبقى حاجة من 2، يا إمّا التجسُّس ده له سبب معروف، يا إمّا التجسُّس ده مرض. طيب، كمان معانا مداخلة. مساء النور. أنا عماد، كان عندي صديق قديم من أيام الدراسة وكان مقرب ليا جدا في فترة معينة، وكان يعرف عني كل حاجة تقريبا بما في ذلك أسراري الشخصية تمام. ورسائل خاصة. ولكن بعد ما علاقتنا اتوترت شوية بسبب كذا موقف ندالة منه، بدأ يقدم لي إنه هيطلع كل أسراري بره ويفضحني في وسط عيلتي. واكتشفت كمان إنه بيتجسس عليا، يعني حتى الأسرار إمم. اللي ما قلتهاش ليه هو كان عارفها معرفش إزاي. فجأة ابتدى تهديده ليا يتحول لابتزاز مادي، وكان بيطلب مني فلوس كتير أو خدمات معينة، وإلا هيطلع كل حاجة على الإنترنت وتوصل ليا. أنا في موقف صعب جدا ومش عارف أعمل إيه، والمشكلة إنه جاي من شخص يعرف عني كل حاجة تقريبا. بُص، هو طبعًا الغريبة إن الكلام ده من راجل، يعني عامةً اللي بيخافوا من الابتزاز من النوع ده بيبقوا يعني سيدات، وإن كان لأ طبعًا إحنا سمعنا حالات زي كده. بس هو السؤال هنا آآ هو ليه الموضوع مقرون إنك خايف بعيلتك من عيلتك؟ مش هاتدخّل برضه أنا إن إيه الحاجة اللي أنت مخبّيها أو كده، وبرضه هارجع أقول لك للمرّة ال100 أي ابتزاز حلّه المواجهة. ده غير طبعًا إن إحنا هنتعلّم إن إحنا ما فيش داعي نخلّي كل حاجاتنا برّه، ما فيش داعي نثق في الناس زيادة عن اللزوم. كلمة ثقة عمياء دي ما فيهاش يعني ليه ما تبقاش الثقة مفتّحة أنا مش فاهمة. يعني هي اتولدت عميا؟ يعني هي الثقة دي مالها؟ كان عندها نظر وراح، ثقة عمياء، ليه عمياء؟ ما نخلّيها ثقة نظرها معقول. لا هاقول يعني نظرها ثاقب، ولا هاقول إنها ما بتشوفش، خلّينا في المعتدل. أنا كنت مرتبطة بشخص لفترة، وخلال العلاقة دي كان مركّز معايا، فاكراه إن هو بيحبني، بس اكتشفت إنه بيتجسس عليَّ في كل مكان باروحه، وكان في بيننا صور وإحنا يعني مخطوبين، يعني إحنا كنا مرتبطين وكده وهنتجوز، لكن العلاقة انتهت، ولمّا واجهته اكتشفت إن هو بيتجسس عليَّ كمان ويسأل صاحباتي ويوقّعهم في الكلام عشان يعرف أسراري.
لقيته بيهددني إن هو هيبعت الصور اللي كنا متصورينها مع بعض لأهلي لو ما رجعتلوش تاني. هو مش عايز يرجع لي عشان بيحبني، لأ، عشان عارف إن بابا كاتب لي عقارات وحاطط لي فلوس كتير في البنك وهو عارف. أعمل إيه؟ هم المخطوبين دول مش في حدود للعلاقات يا بنتي. هم المخطوبين زي اللي بقى لي فتحتهم زي اللي متجوزين. يعني ايه صور فاتحه بيني وبين خطيبي؟ هو وبعدين انا عايزه اعرف، هو لما يجي الشخص اللي معاكي يقول لك انا عايزه اصورك، هو برضو ما بيجيش عندكم سؤال هو ده ليه؟ وخصوصا كمان لما يكون هو مش جوزك. اديكي اهو وقعتي يعني اصبحت القصه هنا زيك زي اي واحده صاحبه واحد. فرقت ايه؟ عشان كان اسمه خطيبك يعني، او ما بقاش خطيبك، بقيتي واحده زيك زي اللي كانت ماشيه بطال، لان حضرتك اديتي له حقوق، الحقوق دي اصلا مش من حقه. تعملي ايه؟ محتاجه تقولي لوالدتك طبعا، محتاجه تقولي لوالدتك، تقولي لاخوكي، تقولي يعني انا ما اعرفش طبعا طبيعه العلاقه ايه بينك وبين المحيطين، ولازم يكون في حد اكيد قريب لك من الكبار. و... ولو لقيتي الموضوع برضو بيتمادى، فلا، حضرتك بلغي البوليس. معايا؟ اوكي، معانا مكالمه، اتفضل. عزة، كان عندي جروب أصدقاء بنحكي لبعض. مساء الخير يا دكتور. كان عندي جروب أنا وأصدقائي كده بنقعد نحكي مع بعض في كل حاجة مع بعض. وفي يوم من الأيام اختلفت مع واحد من أصدقائي اللي معايا على الجروب، واتفاجئت بيه إنه مجمع لي كل صوري مع البنات اللي كنت ببعت له الصور بتاعتهم، وبيهددني بيهم، وبيهددني إن لو مبعدش عن خطيبتي أبعت لها كل حاجة معاه. واكتشفنا انه كان بيتجسس علينا طول الوقت وعامل لكل واحد فينا سي في، وماشي بمبدأ سيديهاتك معايا، واسرارنا وفضايحنا، وانا مش عارف اتصرف معاه ازاي. المشكلة لو بعدت عن البنت دي، ايه اللي يضمنني انه يسيبني اعيش في حالي؟ حضرتك قول للبنت، البنت قول لها انا كانت حياتي قبل ما اشوفك كان فيها بعض التجاوزات، وانا لما شفتك وحبيتك انا بدأت حياتي معاكي، وكلام اللي هو برضو حقيقي. يعني ما اعتقدش انك انت خاطبها او ناوي تتجوزها وانت بتتكلم عنها بالاحترام ده، وانت كنت ناوي تعمل العك اللي كان بيتعمل قبل كده. وقول لها آه، المرة اللي بعدها قول لها تصدقي المواضيع اللي حكيت لك عليها، ده واحد صاحبي بيهددني انه يبعتها لك، وتروح طالبه في التليفون وما تخلوش يكلم خطيبتك، بس قول له انا خطيبتي جنبي اهي، وبقول لك اللي عايز تبعته ابعته. في الاخر من نعمة ربنا عليك انك راجل. وبرضه اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في بنات الناس.